السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض السابليه، بسكوت السابليه، من الحاجات والبسكوتات الجميلة اللي مفيش حد بيختلف عليها. يعني كده حاجة كده بتدوب دوب. مش عايزة أقولك دي بقى جنب كوباية الشاي باللبن، كابتشينو، فنجان قهوة زي ما انتوا شايفين كده. عشاق القهوة هيموتوا فيه جنب فنجان القهوة. بجد تحفة، حاجة كده مش عايزة اقول لكم، هسيبكم انتوا تجربوه، بجد تحفة بجد. يعني واحدة من دي كده بسكوتة حلوة تدوب دوب وجنب فنجان القهوة وانسي بيها الدنيا. مش لازم قهوة على فكرة، ممكن كابتشينو، شاي بلبن اللي انت حباه. المهم الطعم مش هيختلف عليه حد ابدا. طعم مميز ومفيش ابسط من كده. هنعمل بمقدار صغير، هتقوموا حالا تعملوه. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. اول حاجة هنزل ب250 جرام من الزبدة. طبعا المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. نزلت بالزبدة بدرجة حرارة المطبخ، طبعا احنا في فصل الشتاء فالزبدة متجمدة معايا شوية يعني جامدة، فهتاخد وقت وتغلبك شوية في الضرب بالمضرب، فتريحي المضرب وترجعي تضربيها تاني لحد ما تلاقيها معاكي لونها فتحه بقى كريمي فاتح زي ما انت شايفة كده. بعد كده هنزل بالسكر البودرة، 70 جرام من السكر البودرة، وهبدأ أخلط بالمضرب كويس جدا لحد ما السكر يختلط مع الزبدة ويبقى لونه كريمي فاتح خالص زي ما احنا شايفين. المرحلة دي مهمة جدا في أي نوع من أنواع البسكوتات، خصوصا السابليه والبيتي فور. بلم كده الجوانب، وهبدأ بقى أنزل بيضة واحدة بس بدرجة حرارة المطبخ وعليها الفانيليا، وهبدأ أضربها بالمضرب الكهرباء. ومش هطول في الضرب قوي في المرحلة دي، يا دوب بس كده البيضة تختفي معايا، وهبدأ أنزل بالدقيق تدريجي. 3 كوبايات من الدقيق أنا نخلهم كويس جدا، وبدأت أنزل بيهم واحدة واحدة. ممكن ياخدوا منك ال3 كلهم، ممكن يقل عن كده حسب نوع الدقيق المستخدم معاكي. بالمعلقة كده بتن أقلب لحد ما الدقيق يختفي معايا وتبقى معايا عجينة متماسكة وفي نفس الوقت لينة شوية. يعني أنا مش عايزاها لا هي سايحة معايا قوي ولا جامدة قوي، زي ما انتوا شايفين بتك عليها لا بتشقق معايا ولا أي حاجة، زي الملبن. تعالوا بقى نشتغل فيها ونشوف هنعمل ايه. على اي سطح يكون ما بيلزقش عندك، يعني لو انت عندك مثلا كيس بلاستيك من تحت ومن فوق هتبدأي تفردي بينهم العجينة، او ورق زبدة، بس لازم يكون في تحت حاجة غير لاصقة. وبرضو هتفردي فوقيه كيس بلاستيك، وهتبدأي كده بالنشابة تفردي زي ما احنا شايفين السمك ده. طبعا لو تلاحظوا ان احنا ما حطيناش بيكنج باودر على العجينة، لان عجينة السابليه بالذات والبيتي فور ما بيتحطش عليهم باودر. شايفين السمك؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه. بعمل الكمية بتاعتي كلها وببدأ أرصها في صينية. الصينية بتاعتي مش مدهونة أي حاجة، يعني هترصي في صينية. أنا هنا ما حطيتش ورق زبدة في الصينية ولا أي حاجة، رصيتهم كلهم زي ما انتوا شايفين من غير ورق زبدة. والصينية طبعا ما تكونش مدهونة أي مادة دهنية. عامل معايا كمية كويسة، تقريبا 45 بسكوتة. مش عايزة أقول لكم، ولو اتاكل كده من غير تزويق طعمه تحفة برضو، جميل جدا. بسكوتة ماسكة نفسها، وطبعا بيتخبز في فرن تحت المتوسط، فرن هادي جدا على الشبكة اللي في النص. وهتابعه لان ده ما بيستحملش من زي البيتيفور سوى البيتيفور والسابليه ما بيستحملش في الفرن معايا. هسيبه يبرد تماما، مش هبدأ فيه تزويق ولا هشكله الا بعد ما يكون برد خالص. جبت بقى الشوكولاتة كده زي ما انتوا شايفين، وعملتها طبعا على حمام مية، سيحتها على حمام بخار. وبعد كده بدأت بقى أشكلها. عندي اللي هنا الأبيض والبني، يعني هتشكليها زي ما انت عايزة، شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني. هتغطسيها كده وهتطلعيها بالراحة خالص، وتبدأي ترصيها في صينية خارجية. والحشوة بتاعتها لازم تبقى تتلزق في بعض بالشوكولاتة. ليه بقى؟ المربى، في ناس كتير تقولك طب ليه ما احنا ممكن نعملها بالمربى. المربى بتطري البسكوتة، بتخلي البسكوتة طرية.
يعني انت لو عملتيها دلوقتي تاني يوم هتلاقي البسكوتة طارت معاكي. انما الشوكولاتة بتبقى زي الجاهزة بالظبط، بتحتفظ البسكوتة بقرمشتها وما بيجرالهاش اي حاجة. هبدأ اعمل الكمية بتاعتي كلها كده، وممكن من فوق كمان اشكلها بشوية شوكولاتة فورماسي. انا هنا شكلتها بشوية شوكولاتة فورماسي، عايزة تشكليها بأي حاجة انت حباها شكليها، عايزة تسيبيها كده سادة سيبيها. بجد البسكوتة طعمها اصلا يتاكل لوحده، البسكوتة لوحدها كده تتاكل اكل. لو حسيتي وانتي بتعملي، لان احنا في فصل الشتاء وممكن الشوكولاتة تتجمد منك اثناء التزويق وانتي بتشكليها، ممكن تحطيها تاني في حمام المية او البخار على البوتاجاز من فوق، وهتفك معاكي في ثواني. بس ما تغيبيهاش علشان الشوكولاتة ما تتجمدش معاكي وتكلكع ويبقى منظرها مش حلو. طبعا هتسيبيها تجمد خالص وتمسك نفسها، وبعد كده هتشكليها من فوق بأي حاجة انتي حباها. عايزة تسيبيها كده سيبيها، مفيش مشكلة خالص، هي مش محتاجة اصلا تزويق بصراحة، يعني البسكوتة لوحدها حكاية. شايفين الجمال بقى؟ مش عايزة اقولكوا طعم روعة فوق الروعة كمان. هتاكلي احلى بسكوتة سابليه ممكن تاكليها وتستطعميها، بجد تحفة. المقدار صغير مش هياخد منك حاجة، هتقومي تعمليه في ثواني. يعني بلاش كسل كده وقومي يلا اعمليه. حبايب قلبي، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.